وازيكم شباب، اخباركم عاملين ايه؟ معاكم محمد من قناة زمالك SC 8. والنهاردة يا شباب يعني في اخبار مدوية واخبار عالمية واخبار كتير جدا، واخبار انت كمشجع زملكاوي محتاجها، واخبار للكيان ده والنادي العظيم ده. طبعا يا شباب انت كمشجع زملكاوي طبعا مش عارف هتجيب الاخبار منين. في اكتر من حد بيقولك صفقات وصفقات ومدربين ومش عارف ايه، فانا جاي هنا عشان اخلص لك، هجيب لك الخلاصة من الاخر، جايب لك اخبار من ناس موثوقة كده في النادي، جايب لك اخبار من ناس موثوقة في النادي، واخبار هتفرحك، بس انت فرحني الاول. وانت بتشاهد وانت بتحضر الفيديو دلوقتي، ولو وصلت للثانية دي يعني مش هتخسر حاجة، يعني لو حطيت لايك واشتركت في القناة وتفعل زر الجرس، يعني ادعمني يا اخي، ادعمني. المهم، ماشي. اول طبعا قبل اي حاجة وقبل اي حاجة، طبعا اول الاخبار طبعا مدير فني اساس، ده اساسي. المدير الفني الاقرب واللي كله بيتكلم فيه، كل الاخبار كل حاجة هو فيريرا بس، ماشي. المهم، فيريرا، هنقول فيريرا بس، مش جوزوالدو فيريرا، لا فيريرا دي بتاع دلوقتي، فيريرا البلجيكي مش البرتغالي، فيريرا بس. الاسم الاول مفيش، الاسم الاول لا. هتقولي ليه؟ هقعد كوبرايت، ايه اللي ليه؟ المهم، فيريرا ده آم، مدرب صغير في السن، السيرة بتاعته مش احسن حاجة اكيد، وبرضه جوميز مسيرته مكانتش احسن حاجة، ده شيء اكيد وشيء نتفق عليه. فيريرا ده اول حاجة بدأ كمحلل اداء، في تحليل اداء، تمام. بدأ في ناديين في بلجيكي طبعا، فهيبدأ ببلجيكا، شيء اكيد. بدأ في انترلخت البلجيكي وخانت البلجيكي، اسامي غريبة كده بس يلا، انترلخت البلجيكي وخانت البلجيكي، تمام. ف محققش حاجة طبعا، ماشي. هو فكرة في تحليل أداء جامد جدا يعني، بعديه ما تدورش، تحليل أداء تطوير لعيبة هيفيدك جدا، بالذات انت عندك قطاعات الناشئين في الزمالك جامدة، يعني الزمالكاوية اللي لسه صغيرين في السن، الناشئين البراعم اتطوروا. وعندك اهو عيد العزازي، صاحب كابتن مصر اللي كسب في كابتن مصر، فان شاء الله ليه مستقبل مع نادي الزمالك. طبعا دلوقتي هنبدأ المسيرة بتاعته، احنا بدأناها كمحلل أداء وقلنا الأندية بتاعته، هنبدأ بقى كمساعد للمدرب. هو ساعد مدرب في نادي برضو بلجيكي، وهو ميشيل بوردوم. مش حافظ الأسماء كتير، بس اهو ميشيل بوردوم، تمام. وكان ماسك فريق الشباب مع ميشيل بوردوم، تمام، مساعد، ماشي. وفي نفس الوقت لسه محلل، يعني مساعد وبيحلل، تمام. وهو ممتاز في الحتة دي، ممتاز، صح. وهو كمان ممتاز جدا برضو في حتة التطوير، وأبرز اللعيبة العالمية اللي طورهم واللي كبرهم لاعب تشيلسي السابق ولاعب روما الحالي البلجيكي المهاجم روميرو لوكاكو. أيوة لوكاكو زي ما سمعت، روميرو لوكاكو اتطور تطور باهر معاه، يعني طوره، اشتغل معاه طوره،
زي حسام عبد المجيد ما قال ان هو اشتغل مع تيم بيقولوله يعني بيجهزوه للماتشات وكده، وشفتوا حسام عبد المجيد عامل ازاي دلوقتي. فحسام عبد المجيد لما اشتغل مع المدرب ويشتغل مع الفريق اللي هو بيشتغل معاه، هيبقى حسام عبد المجيد هيبقى في حتة تانية خالص. تمام. بس يا حسام عبد المجيد جدد يا حسام عبد المجيد. تمام. تمام. واول فريق يمسكه كان في الدرجة التانية، والفريق ده كان اول فريق يمسكه وهو مدرب ماشي. فاول فريق يمسكه كان في الدرجة التانية، وحقق معاهم بطولة الدوري اللي هو القسم التاني اللي هو الدرجة التانية، حقق معاهم صعد بيهم للدوري الممتاز. تمام. وبعد النادي ده راح لنادي ستاندر ليج في الدوري الممتاز. يعني هو ساب النادي صعد بيهم وسابهم وراح نادي تاني في الدوري الممتاز اصلا. ماشي. بس حقق معاهم بطولة، ودي تاني بطولة اللي هو بطولة الكاس البلجيكي. ماشي. وبس كده وقف مشروع البطولات عنده خلاص، وقف بنزين. بس يعني محصدش في مسيرته غير بطولتين بس، وقف على كده. بس ان شاء الله لما يجي الزمالك يحقق بطولات زي جوميز، يكسب لنا الدوري مع الصفقات اكيد، دوري وكاس وسوبر وكونفدرالية. والسنة الجاية ان شاء الله، يعني مش السنة دي، سنة 2027 يكسب يصعد بينا دوري ابطال ويكسبوا دوري هيبقى بص يعني ان شاء الله الزمالك كده يبقى في حتة تانية، تالتة 10، والنادي التاني ما يعملش حاجة. يا رب يا رب. برضو زي ما كل الزمالكاويه بتدعي الشغل اللي هو التحكيم واخليك تكسب وحكام ومش عارف ايه، يا رب يقف. يعني احنا عايزين كرة نضيفة، سواء احنا نكسب بيراميدز كل واحد على جبينه يكسب، مش حكام يقولك ايه ضربة جزاء على ده، لا ده محسبلوش ضربة جزاء. والشغل اللي احنا شفناه الموسم اللي فات يا رب يقف. المهم خلينا نكمل في مشوار المدير الفني ده. وبعد كده ساب الدوري البلجيكي خالص. تمام. راح للخليج تاني، بس المرة دي كان مدير فني مش مساعد، مدير فني. راح لنادي الفتح في 2019. ما عملش حاجة مع الفتح يعني قوي، بس كانت نتائجه مع الفرق الكبيرة نتائج حلوة، فده يبشرك ان هو مدير فني كويس. اللي هو مثلا فتح مثلا لما كان بيلعب الهلال كان بيتعادل، النصر بيكسب. وغير كده مثلا كان بيلعب الهلال يكسب النصر يتعادل، فاهمني يعني. كان كويس. تمام. بعد كده طبعا راح تاني فريق بس فين في كندا. طلع النادي الفتح قال له لا شكرا، سابه. راح لنادي مولمبيك الكندي. تمام. وكان الكلام ده في الموسم اللي فات، والنادي فسخ عقده معاه بالتراضي، بس هو لعب معاهم 31 ماتش. تمام. كسب في 18 ماتش، وخسر 7 ماتشات وتعادل في 6. يعني 31 كسب 18 خسر 7. يمكن مثلا الدفاع هو نسيت اقول لكم المدرب ده بيعتمد على الهجوم، تكتيكه هجومي. فلو هو كان عنده هجوم كويس، ما تقوليش شلبي
يعني ما تقوليش شلبي بس ولا الجزيري. المدير ده بيعتمد على الهجوم، وهجومي كويس جدا، فاجر في الهجوم. تمام. بس الدفاع طبعا اكيد يعني مفيش حد هيكون هجومي كويس ودفاع هيكون برضو كويس، بس ممكن ان شاء الله مع الزمالك يكون كده. وهو في الدفاع يعني في ايه، متربك شوية عنده، بس هجومي كويس جدا. تمام. وده على فكرة الزمالك محتاجه. الزمالك دايما مع المديرين الفنيين الهجوميين بينجح. وايمن رمادي بجد عمل شغل كويس خالص مع الفريق. اصل هو صح، الدوري مكانش احسن حاجة، بس كسبنا كاس مصر. مع الدوري انت جبته فجأة كده، قلت له يلا خش على الدوري، عمل لك ايه فجأة؟ خلاص تمام، نقفل الماضي ونبدأ صفحة جديدة مع مدير فني جديد، مع صفقات جديدة، مع كل حاجة جديدة كده، ونبدأ. ماشي تمام. احنا اصلا خلصنا المدير الفني كده، قلنا كل حاجة اتقالت، كل حاجة اتقالت بالتفصيل. ايه هو ده؟ هو ده المدير الفني. انا بالنسبة لي الزمالك يتعاقد معاه ولا لا؟ هقولك يتعاقد. ان هو دلوقتي حر، النادي قلتلك ايه فسخ عقده معاه وحر، والزمالك بيدور على ايه المدير الفني الحر وبتاع. مقولوش لا خد شرط جزائي وسيبك من الفريق ده وتعلي ومش عارف ايه. لا، حر مش هيدفع غير ليه هو والمساعدين، لكن شرط جزائي وسيبك من الفريق وتعال. لا. وده احسن حاجة، ان الزمالك برضو عايز الفلوس دي يستغلها في الهجوم، في الصفقات عموما يعني، هجوم وسط دفاع عموما. تمام. وفي لاعب، نبدأ في الصفقات، نبدأ حوار الصفقات. واللاعب المهاجم للزمالك بفاوضه، لسه بفاوضه، بس هو بص هقولك في الاخر رأيي. تمام. بس هو بفاوضه دلوقتي. هو اللاعب انا هحطلك اسمه وصورته. تمام. اقولك اللاعب ده لعب في نادي مازيمبي، لعب في نادي مازيمبي 2014، وبعد كده انتقل للدوري الليبي مع السواحلي الليبي. تمام. واللاعب ده لعب مع السواحلي معرفش السواحلي صح ولا غلط، بس هو السواحلي لعب معهم 23 ماتش في كل المسابقات، 23 في كل المسابقات. معرفش لو الدوري السواحلي الدوري بتاعه أقل مننا، قصدي يعني أقل من الدوري المصري في الماتشات، أو يا إما فرقة السواحلي دي ضعيفة، معرفش. المهم لعب معهم قلنا زي ما قلنا 23 ماتش، وسجل 16 وصنع 17. ف كويس. صنع 7، معلش غلطة مني، صنع 7. تمام. وأحطلك دلوقتي أبرز الأهداف اللي هو جابها هنا تقريبا. أحطلك هنا أبرز الأهداف اللي هو جابها وكده، فشوفوا كده. تمام. وشوفنا أهدافه. تسألنا عن رأيي، بص هو
كويس، بس انا معرفش هل الدوري الليبي كويس ولا لا. مم. اصل الدوري الليبي ممكن ما يتنافسش مع الدوري المصري، يعني كهربا راح الدوري الليبي تألق هناك، بس كهربا كان مع الاهلي بيتألق. كهربا هنا كان بلم 2 و3 و4، معرفش يمكن الدفاع هنا ضعيف او مثلا كهربا زاد، فانا نص نص، فمعرفش. فالصفقة دي مزيزي احسن، مزيزي احسن شوية. معرفش، بس برضو قولولي انتوا رأيكوا في المدير الفني، صح؟ قولولي رأيكوا في اللاعب، ماشي. والحاجة الأخيرة اللي أنا عايز أقولها لكم وخلاص تمت بشكل رسمي، واسمع مني أنا، اسمع مني، وفي كتير قالوا، بس اسمع مني وجاي من عندي. الزمالك خلاص وقع مع أحمد شريف لاعب فاركو اهو، هنا وقع معاه خلاص رسميا أحمد شريف في الزمالك. بس بيقولوا 5 سنين، معرفش هل 4 3، بس بص هي فوق ال3، فوق ال3 سنين، يا اما 3 يا اما 4 هي 5. بس انا بقول لأحمد شريف من هنا الفيديو ده شيروا الفيديو صح. أحمد شريف في الزمالك 5 سنين ان شاء الله، وهيكون صفقة جامدة، هتكون صفقة جامدة جدا. وفي الفترات الجاية ان شاء الله هجيب لكم اخبار كويسة واخبار جامدة جدا عن صفقات الزمالك اللي هتيجي. وخلاص احنا يادوب 2 3 كده الزمالك هيعلن عن المدير الفني الاول، بعد كده هيعلن عن الصفقات كلهم اللي جايبهم. طبعا مش كلهم يعني، لسه في صفقات تتناقش كده وهيعلن. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل فيديو جديد يوصلكوا. وقولولي ايه رأيكم في الاخبار، وقولولي ايه رأيكم اهم حاجة في المدرب واللاعب اللي انا قلتلكوا. واكيد احمد شريف برضو قولولي رأيكم فيه، بس احمد شريف اكيد عاجب كل الزملكاويه، معرفش، انا بالنسبه لي هتكون صفقه جامده. وصح المدرب اشتغل على لعيبه صغيره زي ما قلت، احمد شريف لسه لاعب صغير وبتاع وقدامه كتير وهيشتغل معاه، فان شاء الله هتكون صفقه كويسه. سلام.